بما ان النهارده عيد الام وكل سنه وام طيبه، فانا النهارده جايب لك وصفه سهله وبسيطه تقدر تفاجئ بيها والدتك وتعملها على الفطار وتريحها من حر المطبخ. فيلا بينا نشوف عملنا بص يا باشا، اول حاجه نقوم جايبين ربع كيلو صدور فراخ ومقطعينها مكعبات زي ما انتم شايفين، ومتبلينها بملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وشويه بابريكا ورشه شطه ومع رشه خل. واي طاسه عندنا على النار هنقوم نازلين بمكعب زبده عليهم شويه زيت زيتون، ونقوم محمرين شويه بصل مع فص ثوم، واول ما كل حاجه تبدا تدبل معانا هنقوم مدين تحميره للفراخ بتاعتنا ونازلين عليهم بشويه فلفل الوان، ونمكس كل حاجه مع بعض، ونازلين بمعلقتين دقيق وعليهم كوبايه لبن ومعلقه كريمه، ونديهم تقلبتين 3 مع رشه ملح وفلفل اسمر وشويه زعتر ومكعب مرقه، ونسيبها على نار هاديه حوالي 5 دقايق لحد ما كل حاجه تتسبك. واي طاجن بيخش الفرن هنقوم حاطين شويه جبنه موتزاريلا على الوش مع شويه زعتر وشويه زيت زيتون، وهنقوم مدخلينها الفرن على الشوايه 5 دقايق 10 دقايق لحد ما الوش يتحمر. وبس كده، واكتبوا لي تحت في الكومنتات فطاركم ايه النهارده، وما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات كلمه السر. وبس كده، وكل سنه وام طيبه، وزي ما انتم عارفين يا لهوي على العظمه.